هيرو نفر. أهلا بكم في بودكاست السيرة الفرعونية، المكان اللي بنحكي فيه حدوتة السيرة الفرعونية، سيرة الآلهة وسيرة الملوك وسيرة الشعب، زي ما حكاها لنا أجدادنا الفراعنة قدماء المصريين على جدران المعابد وفي المقابر وعلى التوابيت والبرديات، وبنحكي من أكتر من مصدر. كل ده بالمصري، اللغة المصرية الحديثة، اللهجة العامية الناتجة من العربي والمصرية القديمة. معاكم فيلو ألكسندر الثاني، ويلا بينا نبدأ. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر أجدادنا وأسلافنا الفراعنة قدماء المصريين وعلمهم وحضارتهم وأدبهم وقصصهم وعظمتهم زي ما قالوها لنا على جدران المعابد والمقابر وفي التوابيت والبرديات. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في الفلسفة والحكمة الفرعونية، فلسفة مصر القديمة، وهي فلسفة أجزاء الجسم، أو ما تسمى بفلسفة الروح الفرعونية. بس قبلها لازم نتكلم عن فلسفة الأسماء أو والتسمية. الحكيم المصري القديم اهتم جدا بفكرة التسمية والأسماء، وكان الاسم بالنسبة له بيعبر عن الشيء، وهو كمان نفسه الشيء، كأنه هما الاتنين حاجة واحدة وما ينفعش أصلا يكونوا مفصولين، ولو انتهى أو فنى منهم شيء، الشيء التاني في نفس اللحظة مش بيبقى موجود، لأنه ما بيبقاش ليه أي معنى ولا كينونة ولا جوهر من غير اسمه. علشان كده كان أحد أكبر أو أقصى وأسوأ عقاب في الفكر والفلسفة والديانة الفرعونية هو النسيان، إن الإنسان يتنسي اسمه ويتمسح من الوجود، فما يبقاش حد فاكره ولا حد يعرفه ولا يعرف هو عمل إيه، وبمجرد نسيان الإنسان من الوجود يفنى الإنسان من الوجود في التو واللحظة. وده كان سبب أو أحد الأسباب الرئيسية في عمل التماثيل وصناعة القصص والأساطير والحواديت وإقامة المعابد والنقش عليها والكتابة على كل ركن في المقابر والتوابيت، والاهتمام في الدولة الوسطى والحديثة بالتسجيل على البرديات. كل ده لتخليد اسم الشخص اللي غالبا كان ملك أو كاهن أو ذو منصب مهم في الدولة، أو من العائلة الملكية، أو صاحب فلوس أو نفوذ في منطقته، تاجر يعني كبير. لأن عمل الحاجات دي، ناهيك عن عملية التحنيط أساسا، كانت بتحتاج لفلوس كتير جدا، ثروة حرفيا. بس عشان المصري القديم لا يفنى ويخلد اسمه وينتقل للعالم الآخر في سلام بعد ما يتجاوز كل صعاب الرحلة دي، فهو ما كانش مهووس بالموت زي ما الأجانب والفرنجة بيقولوا، لكنه كان مهتم بفكرة الخلود والحياة الأخرى في العالم الآخر. أما عامة الشعب فكان تفكيرهم على قدهم، وغالبا غير متعلمين، بيشتغلوا في الزراعة والحرف اليدوية، فلم يتعمق تفكيرهم الديني بدرجة كبيرة، واقتصر على الطقوس والعبادات والتقرب من الآلهة بالعطيات والأعمال الصالحة، لكنهم ما كانوش يملكوا اللي يكفي من الفلوس والثروات لتحنيط أو تخليد اسمهم في تابوت أو بردية حتى. أسامي وتسميات النتر والنترت.
واهتم الحكيم المصري القديم بحكمة وفلسفة الأسماء أو التسمية، زي ما بيظهر لينا مثلا في اسم النتر تشو، متعلق بالطريقة اللي هو اتوجد فيها من النتر آتوم عن طريق العطس اللي بيعمل نفس صوت الاسم. وكمان النترة تف نوت اللي اتوجدت من تف ومني النتر آتوم، فكان اسمها مرتبط أو بيعبر عن الطريقة اللي هي وجدت بيها، وهي عملية البصق أو التف، زي ما قلنا وحكينا عنهم في حدوتة التسوع المقدس، تقدروا ترجعوا لها. وعلشان الأسباب دي واتباعا للفلسفة والحكمة الفرعونية المصرية القديمة، أنا بدعو إننا نسمي الآلهة الفرعونية بأسمائهم مش بالأسماء اليونانية اللي معروفين بيها. يعني مثلا النتر حورس ده اسم يوناني، لكن اسم الإله الأصلي هو حور. والنترة إيزيس اسمها است، لكن إيزيس دي التسمية اليوناني ليها. كمان النتر أوزوريس ده اسمه اليوناني، لكن اسمه الأصلي الفرعوني أوزير. والاسم الفرعوني الأصلي ده ناتج من لقب وسر نب جت، وسر نب جت، واللي معناه الحرفي سيد الأبدية. كمان النترة نفتيس وده اسمها اليوناني، لكن اسمها الفرعوني الأصلي هو نبت حوت، واللي معناه الحرفي ست البيت. والنتر أنوبيس إله الدفن والتحنيط ده اسمه اليوناني، لكن اسمه الفرعوني الأصلي هو إنبو. أسامي وتسميات الملوك الفراعنة. وزيهم برضو الملوك زي رمسيس مثلا، اسمه رع مسو، يعني مولود رع أو ابن رع. رع مسو يعني مولود رع أو ابن رع. وكمان الملك خو فو اللي معنى اسمه المحمي، لأن لقبه خنم خو فو، معناه الحرفي خنم يحميني. كمان الملك خفرع واللي اسمه الصحيح خعف رع، خعف رع، واللي معنى اسمه الظاهر كرع أو الظاهر زي الشمس. والملك منقرع وده اسم شائع غلط، لكن اسمه الصحيح هو من كاو رع، من كاو رع أو من كاو رع، ومعنى اسمه لتبقى هيئته كهيئة رع. من كاو رع يعني لتبقى هيئته كهيئة رع. والملك نرمر وده اسم خاطئ إلى حد ما، لكن اسمه الصحيح الفرعوني بيتكون من رمزين: نعر وده الرمز واسم سمك القرموط نعر، ومر، مر اللي هو رمز واسم الشاكوش، واللي ممكن يتنطق نعر مر أو مر نعر، واللي معناه القرموط الغاضب أو السمكة الغاضبة. والملك سي نفر او اللي احنا بنقول عليه سنفرو، سي نفر او، واللي معنى اسمه هيخليني جميل أو خليني حلو. اسمه الشائع هو سنفرو على طول، لكن اسمه باللغة المصرية القديمة سي نفر هو، ممكن تتقال على بعضيها سنفرو. وغيرهم من أسماء الملوك والآلهة اللي المفروض ننطقها بنطقها الأصح، علشان زي ما انت شايف الأسماء كانت ليها معاني، هي مش مجرد صوت ومجموعة رموز كده وخلاص بتعبر عن الشخص أو النتر أو الشيء، لكن كل اسم بيمثل جوهر بيعبر عن الشيء اللي هو متسميه بطريقة ما.
ألقاب الفرعونية المصرية القديمة الملكية. وكان الملوك الفراعنة في مصر القديمة كانت بيبقى ليهم 5 أسماء، أو اسم شخصي اللي هو الاسم اللي بيتسمى بيه عند الولادة، و4 ألقاب تانيين، وهم: أول حاجة الاسم الشخصي، ده كان بيبقى زي ما قلنا الاسم اللي بياخده عند الولادة، ولكن بتحط قبليه سارع، واللي معناه الحرفي ابن رع أو من جسم رع. وكان بيتكون من علامتين: علامة البطة اللي هي أو علامة الوزة اللي هي سا، الوزة النطق بتاعها سا، رمز الوزة النطق بتاعه سا، وعلامة قرص الشمس المدور اللي هو النطق بتاعه رع، فكان بيتنطق سا رع. وكان بيتحط العلامتين دول أو الاسم بيبقى بلقب كده بس لما بيبقى ملك، يعني حتى لو هو ولي عهد لسه ما بيتحطش ليه العلامتين بتوع لقب ابن رع أو سا رع ده. وكانت العلامتين دول عبارة عن علامة الوزة اللي بتتنطق سا، وعلامة الدايرة اللي بتعبر عن قرص الشمس رع. تاني حاجة هو اسم التتويج نسوت بيتي، وهو كان 4 رموز بيشكلوا وحدة واحدة لمعنى واحد، اللي هو ملك الوجهين البحري والإبلي. والرمز ده اللي هو أول رمز فيهم اللي هو شكله على شكل النبتة، هو عبارة عن ساق نبتة حب العزيز أو نبات السعد اللي اسمه بالميدونتر نسوت. وتاني رمز اللي هو صورة أو رمز النحلة اللي اسمها بالميدونتر بيت أو بيت. وكل واحد منهم هما الاتنين تحتيهم علامة تي من الميدونتر، علامة تي اللي هي بتبقى نص رغيف. وبيتقري الرمز ده نسوت بتي اللي بيدي معنى ملك مصر العليا والسفلى، وده من قبل ما يظهر الاسم النبتي. الاسم النبتي بقى أو اسم السيدتين هو بيتكون من رمز تعبان الكبرى، واللي غالبا كانت بتبقى لابسة تاج الوجه البحري الأحمر أو مصر السفلى، وكان اسمها واجد. أما الرمز التاني كان حداية أو صقر، غالبا بتبقى لابسة تاج الوجه الإبلي الأبيض أو مصر العليا، وكان اسمها نخبت. وهما الاتنين كانوا بيبقوا قاعدين كل واحدة على سلة اللي هي رمز نب، واللي معناها السيد أو السيدة، وكان بيتنطق الرمز نب طاوي أو نب تاوي، بس الأصح نب طاوي، ومعناه سيد الأرضين وجه بحري وإبلي اللي بيكونوا مصر. وده لأن تعبان الكبرى واجد كانت إلهة مدينة نب أو بوتو اللي هي تل الفراعين، والنسر أو الحداية نخبت كانت إلهة مدينة نخب في صعيد مصر. ولما توحد القطرين على إيد نعر مر عمل اللقب ده، وحسب ما هو موثق إن هو أول واحد اتقال واتكتب قبل اسمه اللقب ده. ممكن يكون في ملوك قبليه اتكتب باسمهم اللقب ده، بس أنا ما لقيتش في المصادر بصراحة حاجة بتقول كده. أما ليه اللقب ده بيتقال عليه السيدتين؟ فعلشان الرمزين مرتبطين بالنترة است كالنسر أو الحداية، وهي الإلهة الحامية لمصر العليا أو الوجه القبلي، والنترة نبت حوت كالتعبان الكبرى، وهي الإلهة الحامية لمصر السفلى والوجه البحري. رابع حاجة معانا أو رابع لقب معانا هو اسم حور.
وهو أقدم لقب فيهم لأنه موثق بأسماء ملوك عصر ما قبل الأسرات، من قبل حتى توحيد القطرين المصريين. وهو عبارة عن صقر حور، اللي هو علامة أو رمز الصقر اللي هي بتعبر عن النتر حور، اللي بيمثل النتر حور، واقف على سرخ. والسرخ ده هو عبارة عن برواز مستطيل بيتكتب فيه اسم الملك، وحواليه أعمدة على شكل بهو القصر. وكان بيمثل اللقب ده اسم حور، اللي إن الفرعون بقى في نفس مكانة حور كحاكم على الأرض. وخامس حاجة معانا هو اسم حور الذهبي، وهو بيتكون من الصقر حور رمز النتر حور، واقف على الرمز الهيروغليفي من الميدو نتر للذهب الرمز نبو، كأن النتر حور واقف على مركب من ذهب. والذهب في الفرعونية كان بيمثل الخلود والأبدية، فمعنى كده إن الرمز مقصود بيه ومعناه إن الفرعون حور الخالد أو حور الأبدي. والرمز أو اللقب الأخير معانا هو لقب فرعون برعا. وهو يعتبر أجدد الألقاب فيهم لأنه ظهر في الدولة الحديثة، وهو عبارة عن رمز البيت بر، اللي هو عبارة عن الرمز بيبقى شكله مستطيل، وفي أحد أضلعه واللي هو الضلع السفلي منه بيبقى فيه فتحة كده في النص بتعبر كأنك باصص على البيت من فوق، والرمز ده كان اسمه بر. ورمز العمود اللي هو نطق بتاعه عا، واللي معناهم البيت الكبير أو البيت العالي، في إشارة لمكان وجود الملك أو القصر بتاعه. وتحول مع مرور الوقت إنه بقى كأنه رمز تفخيم، زي مثلا صاحب السمو الملكي أو صاحب الجلالة والعظمة. خصوصا إن الرمز عا معناه في الميدو نتر العظيم كمكانة أو رتبة، أو يعني العظمة في حد ذاتها كان بيتقال عنها عا. وفضل يتحور ويتطور اللفظ من برعا لبرعو لحد ما أصبح اللي وصل لنا حاليا اللقب فرعو أو فرعون زي ما احنا بنقول عليه. فعشان كده اسم فرعون اللي جاي منه كلمة الفراعنة هو مش حاجة دخيلة أو حاجة اتقالت كده علينا مثلا من الديانات زي ما هم بيقولوا، لأ، هو في ليها أصل فعلا في الحضارة المصرية القديمة. ف يعني مش المفروض نرفضها رفض تام يعني. ودي هي الخمس أسماء أو الست أسماء القياسية أو الألقاب الملكية اللي كانوا بيكونوا اللقب الكامل لكل حاكم مصري في عهد الفراعنة، مرورا بدولة البطالمة ولحد وقت متأخر من الإمبراطورية الرومانية. كان اللي موجود في الحكم على مصر بيترمز لي بالست أو الخمس رموز دول، وكان بيرمز للقوة الدنيوية والقوة المقدسة اللي ممنوحة للملك من الآلهة، وبرضو يبين مهمة الملك طول فترة حكمه. ولسه في باقي هنعرفه في الحلقة الجاية لما نتكلم عن فلسفة أجزاء الإنسان والروح. فاستنونا الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب، واعملوا فولو على اكاونت السيرة الفرعونية على انستجرام، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وانا بنزل حواديت وقصص السيرة الفرعونية في مقالات على موقع اسمه ميديوم. تقدر تدور على جوجل في السيرش بالسيرة الفرعونية، هيطلع لك على طول، وهتلاقي هناك كل المصادر اللي انا بلجأ ليها علشان ابني واكون الحدوتة بتاعتي. وهتلاقي كمان حواديت لسه ما اتعملتش في حلقات البودكاست. سلام.
مثبتين